هل للمريض حرية اختيار نوع التركيبات ثابتة أم متحركة؟ ما احنا اتفقنا من الاول خالص ان يعني لو الاثنين ينفعوا. لو الاثنين ينفعوا الدكتور هينصحه بالصح وبعدين يقول له مفيش ايه واحدة منهم أفضل من الثانية؟ دايما العيان بيبقى يفضل الثابت، يعني هو مش عاوز يوجع دماغه بان هو يشيل التركيبات ويحط التركيبات بس هو لو اضطرينا اسفين ان احنا نعمل حاجه زي كده هنضطر نعمل متحركه. امتى بقى ممكن نضطر نعمل متحركه؟ لو هو ما عندوش مثلا سنان خالص مع العلم ان بيبقى طقم بقى كده، بيبقى طقم متحرك بس مع العلم ان الطقم المتحرك ده لو هو توجه لدكتور زراعه اسنان هيقدر يمسك الطقم. احنا اتفقنا ان هو ما ينفعلوش الا الطقم المتحرك، يعني جالي عيان ما عندوش سنان خالص واضطرينا اسفين ان احنا نعمل له طقم متحرك وهو ابتدى يضايقه في الكلام وفي الاكل وابتدى يقع منه، فبتوجه لدكتور زراعه سنان بيمسك له الطقم المتحرك بيثبته له على غرسات اسنان. يمكن يعني الصوره اللي موجوده دلوقتي صوره التركيبات دي بتبين ان احنا نقدر نمسك بق العيان اللي ما عندوش سنان خالص زي ما حضرتك شايفه، نقدر نحط فيها 4 زرعات زي ما انت شايفه ونقدر نمسك الطقم المتحرك اللي هي الصوره اللي فوق على اليمين بال4 زرعات دول فقط، ممكن زرعتين كمان، هو دوت ينفع له 4 زرعات، ممكن نحط زرعتين ويعني احدث حاجه وصلنا لها ان احنا ممكن نحط زرعه واحده مطلوب منها ان هي وده تثبت. كده طقم كامل ثابت يا دكتور؟ ويبقى الطقم المتحرك ولا متحرك؟ لا ما هو متحرك لكن اكثر ثباتا، اكثر ثباتا من يعني القديم اللي كان بيركب من غير حاجه على اللثه، صح كده؟ تمام كده، بدل ما هو يثبت على اللثه لا بيثبت على الغرسات اللي انت حضرتك شايفاها دي وبنحط زي لزق صغير جوه التركيبه المتحركه، تمام، بنحولها من متحركه الى ثابته، بيشيلها تقريبا كل مره كل 3-4 ايام يشيلها ينظفها من جوه ويبتدي يرجعها تاني. فطبعا دي تفضل حلت ثابته في بقه 3-4 ايام. طب هل بيحتاج يحط لزق تاني؟ لا خالص اللزق ده انا اللي بحطه عشان اثبت اللزق على الزرعه مؤقتا. تمام، فهو بيشيلها زي بالظبط فكره الفيشه بالظبط، هي بتخش كده جزء طالع من السنه او جزء طالع من العظم وبينزل عليها تمام، تمسك فيها كويس جدا وياكل ويشرب، ما تقعش، ما تعملوش مشاكل في الاكل، ما تقعدوش مشاكل احراج. في ناس كتير بتحرج طبعا مشاكل متحركه جدا اكيد. يعني دايما برضو الحاجه اللي بتتقال لي يعني هي تركيبه متحركه يا دكتور ثبتها لي. لا هي اسمها اصلا متحركه ما ينفعش ارجع اثبتها لك، يعني هي من الاول يا ثابته يا متحركه، الا بالطريقه دي اروح ماسك التركيبه المتحركه وابتدي ارجعها في بقه تبقى ثابته وزي الفل وبياكل، ما تعملوش احراج، لان هو اكتر مشاكل بتحصل خاصه لكبار السن ان هو بيتضايق ان هو لما بيتكلم بتقع منه او بتعمله مشاكل في الكلام او ممكن تاذيه كمان لو اتحركت وهو بيندغ او بياكل، تاذي لسانه ابسط حاجه واللثه. فده حل جميل جدا وتقريبا مش متعارف عليه في وسط الاطباء يعني، بس هو حل جميل جدا لكبار السن خاصه يعني. اكيد هيريحهم، هيريحهم وينسوه بقى.